أخطر غواصة نووية عرفها التاريخ، غواصة نهاية العالم تهدد البشرية وتدمرها في نصف ساعة. قوتها النارية كفيلة بمحو مدن بأكملها، فتوصف بوحش المحيطات وعملاق البحار الذي لا يقهر. ضغطة زر واحدة من غواصة نهاية العالم تكفي لتهديد البشرية خلال زمن قياسي، مما سبب الرعب لأمريكا. في أعماق البحار حيث يسود الصمت والظلام، هناك عمالقة تركض في الأعماق، ومن بين العمالقة تتميز غواصة التايفون كواحدة من أكثر الغواصات إثارة للإعجاب في التاريخ البحري. إنها الغواصة النووية الروسية أكولا تايفون، يبلغ طولها 574 قدما. دخلت غواصة تايفون الخدمة في عام 1976، وتم إخراج جميع الغواصات الستة من الخدمة مؤخرا بعام 2021. فما الهدف من إخراجها وصنعها؟ وماذا تريد روسيا منها؟ تحمل الغواصة اسم التايفون كما أطلق عليها الغرب، كما لقبوها الناتو، وأسماها الروس بسمك القرش. صنفت ضمن الغواصات الاستراتيجية التي تعتبر في يومنا الراهن أكبر وأقوى غواصة في العالم. مواصفاتها وسرعتها تحت الماء تثيران قلق الأمريكيين، فهي قادرة على اختراق أي منظومة دفاع صاروخية في العالم والرد عليها، كما أن تصميمها يسهل عليها الإبحار حتى تحت الثلوج والبقاء في البحر مدة تصل إلى 6 أشهر. قوتها النارية كفيلة بمحو مدن بأكملها وتوليد موجات تسونامي إشعاعية تصل ارتفاعها إلى 500 متر، يمكنها تدمير مدن ساحلية وجعلها كالصحاري. فباستطاعة هذه الغواصة محو نصف الولايات المتحدة بأكملها عن وجه الأرض وتدمير أوروبا في حال إطلاق جميع صواريخها. تصنف بأنها الأقوى والأمتن، حيث يتكون هيكلها الخارجي من الفولاذ الخفيف والتوربيد من مادة التيتانيوم. أما عن سرعة الغواصة فهي تبلغ 50 كيلومترا في الساعة تحت الماء، وعلى السطح تبلغ 41 كيلومترا في الساعة، كما تستطيع الغوص لأعماق تصل إلى 480 مترا، ومزودة بمفاعلين نوويين مائين يعطينها قوة تبلغ حوالي 100,000 حصان، وصممت لحمل أكثر من 20 صاروخا باليستيا نوويا، ويبلغ مدى الصاروخ 8300 كيلومترا، مزودة بأكثر من 100 رأس نووي. مشروع ضخم أطلق لسبب واحد، وهو منافسة الغواصات الأمريكية أو هاي. ولم تكن مجرد غواصة نووية، بل هي مدينة تحت الماء تحتوي على مجالس معيشة واسعة، بما في ذلك صالة رياضية وحمام سباحة صغير، مما يجعل الحياة على متنها أكثر راحة لطاقمها الذي يمكن أن يصل إلى 160 فردا. كما تضمنت غواصة التايفون العديد من الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك نظام تحكم متقدم وقدرات متفوقة تحت الماء، قادرة على الغوص إلى أعماق تصل إلى 400 متر. كما تم تجهيزها بأنظمة دفاعية متطورة لحمايتها من الهجمات تحت الماء. فعلى الرغم من أن عددا قليلا من غواصات التايفون قد تم بناؤها، إلى أنها تركت بصمة لا تمحى في التاريخ العسكري. وعلى الرغم من تقاعد معظم هذه الغواصات بعد انتهاء الحرب الباردة، إلى أن إرثها يعيش في الأفلام والكتب والقصص التي تروى عن قوتها وقدراتها الاستثنائية. أصبحت غواصة التايفون جزءا من الثقافة الشعبية، حيث ظهرت في العديد من الأعمال الفنية والأدبية، وستظل كمثال صامد بأن الإنسانية قادرة على بناء آلات مذهلة، وفي نفس الوقت تحمل مسؤولية استخدام هذه القوة بحكمة وبسلام. ستكون بمثابة وحش مرعب قادر على نهاية الكوكب بضغطة زر، في نفس الوقت مثالا حيا يدعو للفخر أمام العالم أجمع، جعلها أشهر غواصة نووية في عالم الغواصات.